لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وحبايبنا الغاليين، النهاردة مع حضراتكم هنعمل طاجن البامية باللحمة الضاني بطريقة سهلة وبسيطة ومغمورة، حاجة جميلة وطعم لذيذ، صحية 100%. تعالوا مع بعض نشوف. أول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله. معانا كيلو من اللحمة الضاني، ممكن نستبدله بأي لحمة على حسب الرغبة. كيلو من البامية متقمع وجاهز، كنا طبعا حاطينه مفرزينه في التلاجة. هنقول ان شاء الله على طريقة التفريز البامية والحاجات الخضروات، لسه ليها فيديوهات كتير. ومعانا كيلو من الطماطم مضروب عصير طماطم، وعدد بصلتين، واربع فصوص من الثوم، وشوية التوابل الجمال، الحبهان والقرفة وجوز الطيب والورق اللوري والجنزبيل الناشف، ومعاهم مكعب مرق الدجاج. هنشوفهم مع حضراتكم. اول ما نبدأ هننزل باللحمه بتاعتنا معلقتين زيت ومعلقتين سمن على النار، ويكون الزيت والسمن سخنين عشان نعمل تركه الطشه او التشيك بتاع اللحمه بتاعتنا. بسم الله على بركه الله. زي ما انتم سامعين كده، اهم حاجه الصوت ده يبقى مسموع. تاخد اللون البني. بسم الله. وهينزل معاها عشان نحمص معاها التوابل الثانيه، القرفه مع ورق اللوري والجنزبيل، قرفة الخشب، ورق اللوري والجنزبيل، وشوية من جوز الطيب، حاجة بسيطة من الفلفل الأسمر، شوية من السبع توابل المشكلين، حاجات خفيفة بسيطة. هنقلبها معاها تاخد اللون البني معانا. بعد ما نزلنا اللحمة بتاعتنا وبدأت تاخد اللون البني، هنبدأ ننعم أو نقطع بصلتين تقطيع ناعم. بسم الله. هقطع بصلتين حلوين كده كبار، ومعاهم اربع فصوص من الثوم، وهننزل معاهم بنص ليمونه وسنه صغيره من الملح، حاجه بسيطه عشان البصل يبدا يستوي معايا بسرعه او يغير اللون بتاعه اسرع. نحط له سنه ملح بسيطه. هنعملها طاجن بطريقه سهله ان شاء الله باذن الله، خطواتها بسيطه وسهله جدا وما بتاخدش وقت. بعد كده ننزل بالبصل. بعد ما خدت اللون البني، اللحمه بتاعتي خدت اللون البني، ايا كانت اللحمه ضاني او بقري او جمل اي حاجه، بس هو يفضل لما يكون باللحمه الضاني بيبقى طعمها تحفه، حاجه جميله. هننزل بالبصل، وهننزل بنص الليمونه. بسم الله. حاجه بسيطه من الليمون بتدي الريحه مع البصل، حاجه جميله. وسنه صغيره من الملح، حاجه بسيطه من الملح عشان البصل ما ياخرش معايا في التسويه، يكون سريع. واقلب. بعد كده اضيف اربع فصوص من الثوم، انقعهم شويه، وانزل مع البصل عشان تاخد تركه اللحمه الطعم البصل والثوم، واسيبها لحد ما يغير اللون بتاعها خالص. اصفر البصله معايا تصفر، مش لازم تبقى متسبك تسبيك كتير عالي. هنحط لها حوالي نص معلقه من السكر عشان الحموضه، اللي بيحس ان هو بياكل تسبيكه او بياكل حاجه متسبكه وفي حموضه والكلام ده كله. احنا ان شاء الله هنمنع الحموضه دي بنص معلقه من السكر. يبقى الملح بيخلي البصل سريع معايا في التسويه، والسكر بيمنع الحموضه. هنسيبها شويه 5 دقايق و10 دقايق على حسب ما. اول ما البصله معايا بدات تاخد اللون الذهبي، مصفره سنه صغيره، حاجه بسيطه لسه في بدايتها. معنى صح ان اللحمه بتاعتي شربت كل الميه بتاع البصل والثوم والتوابل اللي احنا حطيناها. ننزل بكيلو من الطماطم مضاف عليه كوبايتين من الميه مضروبين في الخلاط، عصير الطماطم. بسم الله على بركه الله. واسيبها حوالي نص ساعه بالظبط. اهم حاجه ان انا كل شويه اشوفها، لو عايزه ميه واللحمه لسه ما استوتش اديها سنه من الشوربه او الميه السخنه، عشان اللحمه لازم تستوي سوا كامل في الحاجه ديت. بعد كده
بورق السيلفر عشان اضغط واضمن ان البخار بتاعي ما يطلعش كميه كتير، تستوي معايا بسرعه على طول. هسيبها نص ساعه ونرجع. زي ما شفتوا مع حضراتكم بدات اللحمه بتاعتي تتسبك، تشرب الميه بتاع الطماطم. تعالوا بقى نعمل تركه حلوه للباميه بتاعتنا عشان تتاكل في نفس اليوم. ناس كتير بتحب ان هي تاكلها تاني يوم عشان بتكون دايبه في قلب الصوص بتاعها بطعم لذيذ. النهارده ان شاء الله نخليها تتاكل في نفس اليوم على طول. معلقه من الزبده والباميه بتاعتي هنبدا نكسر الشوكه بتاعتها. بسم الله على بركه الله. نقلب الباميه، هنقلبها حوالي دقيقتين بالظبط. بعد ما حمرنا الباميه مع في معلقه الصلصه، يعني يعتبر الماده اللزجه بتاعتها نشفت منها زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده. احنا كسرنا الشوكه بتاعتها، هنبدا ننزل بيها في الصلصه واللحمه. بعد كده هنزل بالسبع توابل مشكلين، انزل حبهان، ورق اللوري، جوز الطيب، الفلفل الاسمر، الكزبره، القرفه الناعمه، انزل بيهم. وانزل بالملح. بعد كده انزل بالملح واقلب. بسم الله. اللحمه مع الباميه مع الصوص بتاعها الجميل كله مع بعضه. هزود مغرفتين من الشوربه. طبعا اتفقت مع حضراتكم في الاول لو الصلصه بتاعتنا نشفت مع اللحمه ولسه ما استوتش لازم نزودها لحد ما نسوي اللحمه بتاعتنا كويس. بعد كده هزود شويه من الشوربه. بعد ما زودنا الباميه بتاعتنا مغرفتين من الشوربه اول ما يسخن اي حاجه، وحطينا التوابل وحطينا الملح، هنبدا نضيفها في الطاجن. بسم الله على بركه الله. باللحمه بتاعتها الجميله والريحه الحلوه. بعد كده اسويها واغطيها بالسيلفر وادخلها الفرن نص ساعه بالظبط تتكمر بقى وتطلع حاجه جميله. هنشوفها بعد ما تطلع على طول. قبل ما ندخلها الفرن عشان يكون مصداقيه الفيديو، هنزود عليها شويه من التوابل من فوق، حاجه بسيطه كده من الفلفل الاسمر والحبهان وورق اللوري مطحونين، وندخلها الفرن نكمرها نص ساعه ونرجع. بعد ما خلصنا على طول نص ساعه في الفرن اتكمرت واتظبطت زي ما احنا شايفين. اجمل حاجه في الفخار صحي 100%، بيحتفظ بالاكل اكتر من ساعه على نفس الطريقه على نفس الشكل الجميل والحاجه الحلوه. بالف انا وشفا ليكم. كانت النهارده الحلقه عن طاجن الباميه الجميل، حاجه صحيه 100%، وكمان مش مكلفه كتير وما بتاخدش وقت كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.